بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. صدق الله العظيم. اللهم إني أحتسب هذا العمل في سبيلك فاكتبه في ميزان حسناتي هناك فرد قوي وهنالك جيش قوي، ولكن ليست القوة وحدها في جسد قوي، ولكنها أيضا في عقل مدرك واع. ليست القوة في كثرة العدد، ولكن تعظم هذه القوة عند اتحادها. ليست في اجتياز الموانع، ولكنها في تخطي حدود الإمكانات الذاتية. إنه ذلك السر الكامن في انجذابنا إليها، بزيها الموحد وسلاحها القوي وعقيدتها الراسخة وروحها الفدائية. مشاعر صادقة، حكمة في القرار، كرامة، جرأة، جسارة. إنها القوات المسلحة المصرية، طريق الاستعداد والبناء. من وحي قول ربنا نهتدي، ومن سيرة غزوات رسولنا نقتدي، ومن سجلات تاريخنا الحافل بالأمجاد ندرك أن النصر دوما معقود على حسن الاستعداد. وتلك هي عقيدتنا القتالية منذ غابر الأزمان، منذ عهد الفراعنة القدماء إلى عهود الاحتلال ومقاومة الأعداء، حتى تجسدت في العصر الحديث بانتصار جيشنا الرائع في حرب أكتوبر المجيدة، حيث يبرهن حسن الإعداد وجدية الاستعداد على قدرة جيشنا، جيش مصر، على مواجهة التحديات وصنع المعجزات. ولقد عكست توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي للقيادات والقوات في شتى المواقع والقطاعات أهمية بذل الجهد وصدق العطاء للارتقاء المستمر بكفاءة واستعداد القوات لتكون قادرة تحت مختلف الظروف لأداء مهامها الوطنية في الدفاع عن الوطن وصون حريته وكرامة شعبه. ومن هنا وانطلاقا من تلك التوجيهات بدأت مرحلة التدريب المركز والمكثف لمستوى الأفراد والأسلحة والمعدات في مختلف الوحدات والتشكيلات، واشتملت على الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية وقوة التحمل لجميع الأفراد، من مستوى كبار القادة حتى مستوى الجنود وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية. كما تضمنت المرحلة تحسين المهارات الميدانية للأفراد في استخدام الأسلحة والمعدات الفنية، وكذلك في أعمال المهارة الميدانية وتنفيذ التحركات التكتيكية، وفي الأنشطة التدريبية الخاصة التي تتسم بالجرأة والشجاعة والثقة العالية بالنفس والقدرة على تنفيذ المهام الصعبة والعمليات الخطرة. وواكب ذلك جهدا خارقا
للارتقاء بالكفاءة الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات ووسائل النقل بالقوات المسلحة، حيث يمثل الفرد والسلاح والمعدة والمركبة الركيزة الأساسية في معادلة الكفاءة القتالية. وقد أقبل رجال القوات المسلحة على تلك المرحلة بكل ما يحملونه في جنباتهم من حماس متقد، وما يكنوه في صدورهم من مشاعر الحب وصدق الانتماء لمصرهم الغالية وشرف الانتساب لقواتهم المسلحة الباسمة. ولم تغفل توجيهات القائد العام الجانب المعنوي، فأوصت بضرورة اهتمام القادة على كافة المستويات وأجهزة القيادة العامة والأجهزة الخدمية بسرعة العمل على حل المشكلات الجماعية والفردية وتوفير سبل العيش الكريم اللائقة بأفراد القوات المسلحة، مع التركيز على ترسيخ العقيدة العسكرية للقوات المسلحة في نفوسهم والمتمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن، تحت شعار القوات المسلحة الخالد: النصر أو الشهادة. وارتكازا على تلك المرحلة انتقلت القوات المسلحة إلى مرحلة التدريب المشترك من خلال التمارين والمشروعات التكتيكية والمناورات العسكرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وشاركت فيها قوات الأفرع الرئيسية والوحدات والتشكيلات الميدانية، واستهدفت رفع كفاءة القوات في التخطيط والتنظيم وإدارة العمليات. وقد حضر تلك المرحلة في كافة إجراءاتها السيد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، للتأكد من تحقيق الأهداف المخططة والاطمئنان على قدرة القوات في تنفيذ المهام المكلفة بها طبقا للتخطيط وبأعلى قدر من الكفاءة وحسن الإعداد. واستنادا على ما تتمتع به قواتنا المسلحة من قدرات فائقة وكفاءة قتالية عالية وخبرات عسكرية متعددة، تكتمل منظومة التدريب والاستعداد القتالي من خلال التعاون واكتساب الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال المناورات العسكرية والتدريبات المشتركة في البر والبحر والجو. بمشاركة مختلف الأفرع الرئيسية وقوات الأسلحة المشتركة والقوات الخاصة، وهو ما يمثل ثقة إقليمية وعالمية في قواتنا المسلحة، ويعكس توجه القيادة العامة لمواصلة الجهد والبذل والعطاء لتنمية قدرات القوات واكتسابها للعديد من الخبرات وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي. إجراءات رفع الكفاءة وإجراءات الاستكمال تطمني إن إحنا ماشيين في الاتجاه السليم في تجهيز تشكيلات الجيش وإعدادها عشان مجابهة أي تحدي محتمل خلال المرحلة اللي إحنا موجودين فيها أو مستقبلا. وهكذا تمضي مسيرتنا بالقوات المسلحة، تعظيم دائم للقدرات، ارتقاء مستمر بالكفاءة وحسن الأداء، استعداد في كل وقت لتنفيذ أي مهام توكل إلينا للدفاع عن الوطن وتأمين شعبنا وتراثنا ومنجزات أجيالنا، ولنبرهن لقادتنا ولشعبنا أننا وبحق خير أجناد الأرض، خير أجناد الأرض. تسلم
تسلم ايدينا يلي في حب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. وقت ما تزعل مصر بتطيب خاطرها، دايما قصاد الدنيا بترد اعتبارها، يلي مشيت وياها في السكة لآخرها، من وسط كل ولادها عارفة انك كبرها. عشان تبقوا عارفين احنا ايدينا تتقطع قبل ما تتمسك. تسلم ايدينا يلي ما سبتش مصر ابدا وقت دقيقة، يلي انت ما تخلتش عنها لو دقيقة، يلي انت شايف مصر في عينيك الحقيقة. تسلم ايدينا يلي لمصر بس حسيت بانتمائها، وبكبريائها كان بيكمل كبريائها، وكتير ترابها تبل من عرق جبينها. تسلم ايدين المخلصين السهرانين على امن مصر، وفي عز الشدة قابلين التحدي. تسلم ايدين خيرة جنود الارض، كل قائد وكل ضابط وكل صف وجندي، ولادك يا مصر.